السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم صينية سمك قاروص كده، بس بجد تحفة، من أحلى الأسماك بجد اللي ممكن تاكلوها. أنا كنت عند مامتي في اليوم ده وعملت لنا الصينية القمر دي بطريقتها. تعالوا نشوفوا عملناها ازاي. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبنا بقى هنا السمك القاروص، هو حجمه وسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. نضفناه طبعا كويس جدا وغسلناه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهقسمه كده بالنص. بعد كده جبت الصينية وحطيت فيها 3 4 بصلات كبار كده مقطعهم شرايح، ومعاهم فصين 3 من التوم، ومعاهم كمان فلفل اخضر كده حوالي 3 4 قرون كده من الفلفل الاخضر. ونزلت عليهم بقى بشوية ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة، ولو عندك بهارات سمك هتحط شوية. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس بالشكل ده في بعضه كده. بعد كده هضيف عندي شوية من الزيت. حطيت شوية زيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهرجع اقلبهم كلهم في بعض تاني كده. بعد كده هرص السمك بتاعنا، انا زي ما قلتلكوا قطعته بالنص كده، الواحدة على 2 بالشكل ده، وهرصه كده جنب بعضه. بعد ما رصينا السمك كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، هجيب عندي بقى طماطم انا ضرباها في الخلاط كده مع شوية مية. ننزل بقى كده بالطماطم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بعد كده هدخل الصينية دي الفرن كده على طول، بس الاول هرش على وشها كده شوية فلفل اسود على وش السمك من فوق كده. هنا بقى ممكن تسووها اللي على البوتاجاز كده وتحمري وشها في الاخر في الفرن، او ممكن تدخليها من الاول خالص في الفرن. احنا سويناها على البوتاجاز وبعد كده في الاخر حمرت وشها كده تحت الشواية في الفرن. زي ما تحبوا، الاتنين بيطلعوا طعمهم حلو جدا، مش هيفرقوا عن بعض. بس الفرن كان مشغول عندي، فانا سويتها كده على عين البوتاجاز وفي الاخر دخلتها الفرن علشان وشها يحمر. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني بفيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.